اسالك سؤال كده، مش عارف بقى هتبقى انت رد فعلك عليه ايه، بس الاتهامات اللي الجهاز الفني خدها من عصام الحضري، انتوا ردكم عليها ايه؟ يعني شايفها ازاي؟ لا، احنا عندنا حاجات مهمه جدا الفتره اللي جايه. احنا اتعودنا حازم يمكن من اول ما اشتغلنا الراجل كان دايما يقول لنا، يعني حتى التصريحات لو كانت عاديه او معديه الخط الاحمر احنا ما بنعلقش يعني. لانه ما ينفعش ان احنا نعدي الخطوط دي وبنبقى هاديين، لاننا عندنا ثقه في اختياراتنا، بنبقى عندنا قناعه باختياراتنا. لكن في النهايه دايما بنقول احنا بنحترم الناس كلها سواء صغير او كبير. وفي النهايه محدش هيبقى مستفيد في الوقت ده من التراشق والرد والتراشق والرد. لكن في النهايه بنحترم الناس ومش هنرد. وقلنا عندنا وقت وعندنا الوقت ضيق، زي ما انت شايف المشاكل قد ايه علينا، والحاجات دي بتاخد لها يوم ولا يومين وبتنتهي. عايزين نركز في شغلنا يعني كان بيقولوا ان انتوا عايزين تحققوا معاه، والكلام ده مش كلام هيحصل. فاضي وكلام فارغ. ولا اتناقشنا ولا كلمنا حد ولا من اتحاد الكوره. طب الراجل عرف الكلام ده مثلا؟ مستر برادلي عرف؟ عارف طبعا. عارف ان عصام طلع قال كذا وكذا وبتاع؟ عارف. طبعا. كان رد فعله ايه مثلا؟ ولا حاجه يعني. احنا كجماعه ما اتكلمناش في الموضوع، يعني ما اتكلمناش فيه بدقه يعني، او اتكلمنا فيه، لا اتكلمنا فيه كده بالاسى يعني، انه يعني هو اتسرع وكده. لكن في النهايه هو كل واحد بياخد قراره. هو كان بيقول انه اتوعد، يعني تقريبا انه اتوعد انه هيكون موجود في الفتره دي. الكلام ده فعلا ولا هو كلام مثلا متوصل له عن طريق حد ولا حاجه؟ والله انا مش عايز اغوص، لانه ماشي. يعني هو ما حصلش يعني، ما توعدش يعني. لكن انا مش عايز يعني اطول اكتر من التعليق اللي انا قلته لك. طيب تمام، انا مش عايز ابقى غلس معاك يعني، كويس لا معاك فتحت حازم صدرك يعني. لا انت تحت امرك كل حاجه. بس انا عايز اقول لك احنا ابتدينا والشغل ابتدى يعني خلاص والموضوع ده صفحه واتقفلت يعني. واحنا ما بنعلقش وبنحترم، واحنا معاكم كلنا وراكم وبنحترم الناس كلها يعني. واحنا معاكم وراكم، وكل مصر معاكم ان شاء الله يا كابتن مصر. ويوم 19 ده مصر كلها تبقى بتحتفل باذن الله بصعودنا لكاس العالم.